حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم. في كل حكاية هنضحك وهنتعلم وهنتخيل مع بعض. جاهزين؟ يلا نلبس طاقية الخيال ونبدأ حكايتنا. في يوم من الأيام، في قرية صغيرة جميلة جنب غابة اسمها الغابة البنفسجية، كان في ولد اسمه ليس، عنده 10 سنين، بيحب المغامرات والقصص الغريبة. كل الناس في القرية كانوا بيقولوا إن الغابة البنفسجية دي فيها أسرار وممنوع حد يدخلها بعد الغروب. لكن ليس كان فضولي جدا، وكل ما يسمع كلمة ممنوع قلبه يتحمس أكتر. في يوم وهو راجع من المدرسة شاف طائر غريب جدا واقف على سور بيته. الطائر كان لونه بنفسجي وعيونه بيلمعوا زي النجوم. قرب منه ليس، والطائر فجأة اتكلم، قال له: اللي يدور على الحقيقة لازم يكون شجاع. تعال للغابة البنفسجية قبل ما تغرب الشمس لو كنت جاهز. ليس اتخض، بس حس إن الطائر مش خطر، وإن في حاجة غريبة بتحصل ولازم يكتشفها. رجع البيت بسرعة، جهز شنطته الصغيرة، أخد كشاف وبسكوت وخرج من ورا البيت رايح على الغابة. لما دخل لقى الأشجار عالية جدا، والورق البنفسجي بيقع من الشجر زي المطر. وفجأة الأرض تحت رجليه نورت، كان في خطوات بتلمع على الأرض كأن حد بيقوله: اتبعني. ليس ما ترددش ومشي ورا الخطوات. في الطريق قابل سلحفة عجوزة، قالت له: مش كل طريق مفتوح أمان، لكن لو نيتك صافية الغابة هتساعدك. كمل ليس لحد ما وصل لبحيرة صغيرة لونها بنفسجي شفاف، وفي نصها كان في حجر كبير مكتوب عليه: سر الغابة بيظهر للي قلبه نضيف ولسانه صادق وبيساعد من غير ما يستنى مقابل. ليس افتكر حاجة، من كام يوم ساعد طفل صغير في المدرسة بدون ما يستنى شكر. وقتها حس بقلبه دافي وفرحان. وفجأة الحجر اتشق نصين وطلع منه ضوء كبير، وفي وسط النور ظهرت ملكة الغابة، ست طويلة لابسة فستان من أوراق الشجر البنفسجية. قالت له: يا ليس، لأنك طيب وشجاع استحقيت تشوف أسرار الغابة، بس الأهم إنك تنقل الحكمة دي لغيرك. النية الطيبة بتفتح أبواب مستحيلة، والصدق بيوصلك لأماكن سحرية. بعد لحظات كل حاجة حوالين ليس اختفت، ولقى نفسه واقف عند باب بيته وكأنه كان بيحلم. بس الطائر البنفسجي كان لسه واقف هناك وبيغمز له بعينه: كن دايما صادق، ساعد غيرك، وما تخافش من المجهول لو قلبك نضيف. وبكده يا حلوين تكون خلصت مغامرتنا النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم مغامرتنا الجاية.